السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم راح أقدم لكم وصفة المنسف الأوزي، اللي هو عبارة عن دجاج وبازاليا ولوز. أنا هلأ عندي دجاج، فخاد دجاج. طبعا انتو حسب الرغبة، حسب ما بدكم. آه، دجاجة كبيرة أو فخاد أو سفن اللي بتحبوه، أو باللحمة. بس أنا حبيت أساويهم فخاد الدجاج. عندي هون هدول البهارات، وعندي رز، وعندي آه، عندي الليمون هذا الناشف، اللومي، وورق الغار، والهيل. وعندي بصلة. هلأ أنا راح أفرم البصلة. طبعا شايفين بهالشكل هاد. طبعا هاي الأكلة كتير كتير طيبة، وعنا يعني نحنا عنا هاي الأكلة بالمناسبات، آه، كمان يعني بالأعراس نساوي مناسف أوزي، مناسف طبيخ مليحي. كثير كثير يعني طيبة ولذيذة، وجربوها وإن شاء الله يا رب تدعونا. هلأ بعد ما فرمت البصلة بهالشكل هاد راح أحط عليها زيت، زيت دوار الشمس أو زيت زيتون أو سمنة، حسب ما الرغبة انتو بتحبوا تقلوا البصل. شايفين شلون بهالشكل هاد؟ رح اقليها هلا البصلة. بعد ما تتذبل عندي هيك البصلة، يعني ما بدي خليها يعني تصير يعني كتير كتير، بس هيك يعني دبلها شوي، يعني بس حتى تاخد طعمة يعني هيك. هلا رح احط فخذ الدجاج بالشكل هاد. شوف شلون، يعني وصفة كتير كتير رائعة ولذيذة وكثير يعني خفيفة. يعني ما بدها مكونات كتير، رز ودجاج وبهارات وبازاليا، وانتو حسب الرغبة ما بتحبوا تزينوها تحطوا لوز، حسب ما بتحبوا. انا راح احط البهارات: الليمون الناشف اللي هو اللومي، والهيل، ورق الغار، وثلاث مسامير اللي هن بتعرفوها انتو. شوفوا انا بقلبهم بهالشكل هاد. شايفين شلون؟ انتوا عرفتوهن شو هن ثلاث مسامير اللي هن القرنفل. صراحة آه انا بسميهم ثلاث مسامير اللي هم القرنفل. طبعا القرنفل ريحته كثير كثير قوية، وكمان طعمته كثير رائع على على الدجاج، على الرز. يعني كثير له منه فوائد، ومنه كثير طيب ولذيذ طبعا بالطبخ. هون بقلبهم بهالشكل هاد. شايفين؟ بس حتى تاخد البهارات الطعمة. وعندي لتر ماء طبعا سخن، او حسب الرغبة بتحبوا تحطوا المي فاترة شوي او باردة، بس انا بفضل تكون سخنة. بكون احسن وافضل، لانه الدجاج لما يتقلب بيصير حامي. لما نحط عليه المي الباردة بتحسوا الدجاج مثل اللي هيك، مثل اللي بيجلد يعني. هون طبعا راح اتركهم يغلوا حسب انتو. يعني بنحط المي. انا حطيت صراحة لتر ونص ماء، وحطيت زدتهم كمان بكاسة مي حتى يعني يتغمروا عشان يغلوا ويستووا منيح. شايفين؟ رديت ضفت عليهم مي، كاستين، قدر كاستين مي، عشان يعني يستووا منيح. طبعا هن راح يستووا لأنه في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الفرن. راح أحطهم كمان بالفرن.
شايفين اللومي شلون انا بخشته علشان تعطي الطعمة طبعا. هاي بهارات الرز اللي هن عبارة عن بهارات الكبسة. يعني كل انواع البهارات اللي انتم بتحبوها بتحبوا تحطوها على الرز. هن هيل، بهارات الكبسة، بهارات المنسف، زنجبيل، قرفة، حبهال، اللي انتوا بتحبوا تفضلوا تحطوا على الرز بصير. بس انا يعني حبيت ارجيكم انا بخلط البهارات قبل ما احطها، قبل ما اطبخها. ببهر الرز برا، وبعدين بحط مرقة الدجاج وبطبخهم عليهم. طبعا انا حطيت كمان بهار دجاج، بهار ماجي عفوا، بهار الماجي اللي هو عبارة عن خضروات مشكلة. يعني ما ضفت باكيت ماجي، ضفت بهارات الماجي اللي هي عبارة عن خضروات يعني صحية. خضروات فيها كل أنواع الخضروات الناشفة، مثل البصل، البقدونس، الجزر، يعني فيها الكرفس. هون أنا عندي طبعا هاي البازاليا مثلجة عندي. طبعا هاي البازاليا هلأ أنا راح أرجيكم إياها شلون أنا راح أساويها. طبعا انا غسلتها وظلت شوي كمان مثلجة لانه المي باردة كانت عليهم، فرجعوا ثلجوا ظلهم مثلجين. هلا بعد طبعا البازاليا بتحبوا تبهروهن بفلفل، بملح، بكل شي بتحبوا تبهروهن، ما في مشكل. هون انا رح اشيل الزفرة عن الدجاج. هي الطبقة الأولى يعني لازم نشيلها عشان ما تعطي زنخة للدجاج. طبعا الدجاج أنا مغسلته ونقعته بالخل و... آه ومغسلته ومقطعته ونظفته وبطبخه. شايفين شلون الزفرة بنشيلها. هون أنا بعد ما أغليوا عندي الدجاج، جبت البازالية طبعا شايفين بهالشكل هاد. وهلأ رح أرجيكم شلون رح أساوي البازالية على الغاز. طبعا حطيت عليها سمنة. أنا أرجيتكم وصفتي تاعت السمنة اللي هي عبارة عن زبدة بقرية، صوختها غليتها، تحولت عندي سمنة عربية وكثير رائعة وطيبة وريحتها بتشهي على الطبخ. أنا صراحة ما بستعمل غير منها لبيتي. وشوفوها على قناتي، كثير كثير وصفة رائعة ولذيذة، اللي هي قناة اللي عفوا اللي هي الزبدة البقرية حولتها لسمنة عربية، كتير كتير لذيذة وطيبة. شوفوا شلون صارت عنا بهالشكل هذا. هلأ رح احط عليها شوية بهار، اي نوع بهار انتو بتحبوه، فلفل، زنجبيل، بهارات الكبسة. طبعا ما بكثر، ربع معلقة ربع معلقة. وملح كمان بحط ربع المعلقة، يعني ما بكثر حسب انتو ما بتحبوا يعني. شايفين شلون الحبة ما شاء الله خضرة. وهاي البازاليا صغيرة حبتها بس طعمتها رائعة كثير. يعني شوفوا شلون هذا يبذوب، شايفين شلون
طبعا حسب الكيس اللي انتوا بتشتروه. سواء طبعا انا اشتريت انواع كتير من البازاليا، بس حسيت البازاليا الصغيرة، يعني مو صغيرة صغيرة كتير، يعني وسط، بتضلها طعمتها كثير رائعة وبتضلها طرية، يعني مستوية، وكثير طعمتها طيبة على الأكل. هون بعد ما خلصت هون، أنا أخذت مرقة الدجاج، طبعا صفيتها وأخذت مرقة الدجاج، وراح أحط رز بهالشكل هاد. شوفوا شلون، طبعا أنا بهرت الرز، أرجيكم شلون بهرته. هلأ بفرغه على مرقة الدجاج وبخليهم يستووا. طبعا حسب ما بتحبوا انتوا الرز، كيلو رز، نص كيلو رز، لانه الرز هاد صراحة رز رز بسمتي، او يعني اي نوع رز انتوا بتحبوه. هاي اللومي انا بحطه مع مع الرز طبعا. طبعا انا رجيتكم البهارات اللي حطيتها عليهم. هون بعد رح خليهم بعد ما يستووا، وارجيكم طريقة رجيتكم كل الطريقة شلون، كثير سهلة ولذيذة، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. ولا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي من طبخات وحلويات لين أم نورس. شوفوا هون بعد ما استوى عنا الرز، شوفوا شلون صارت الحبة، ما شاء الله كل حبة بحبتها، والطعم والريحة ما شاء الله. بدكم بس تشموا الريحة، ريحة كتير كتير طيبة ولذيذة. وبتمنى تشتركوا بقناتي وتدعموني، وإن شاء الله يا رب بعونكم، بعون الله وعونكم نكبر ونوصل وصير آه، قناتي متفعلة إن شاء الله. هون بعد ما استوى عندي الرز راح أرجيكم المرحلة وشلون صبيته بالهاي هاو الطبق صار عندي جاهز. وإن شاء الله ألف صحة وهنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي حلويات وطبخات لين ومن الرز. السلام عليكم.